مساء الفل يا عمنا. زي الجمال يا باشا. لو سمحت، اروح منين عيادات الامل؟ امم عيادات الامل. طب ما قالكش فين بالظبط؟ لا بصراحة ما حدش قال لي والله، بس هو تقريبا في المنطقة دي يعني. طب انا ممكن اوصف لك مكان مستشفى في القريب يعني، لو انت عاوز تتعالج ولا حاجة. لا لا لا. اتعالج ايه يا ريس؟ انا عايز عيادات الامل بس يعني. طب حضرتك حاسس بايه بالظبط عشان اوصف لك المكان المظبوط؟ حاسس بايه بس يا عم؟ يعني انت هتشلني بجد بقى ولا ايه؟ انا رايح مكان عندي عيادات الامل، عشان كده بسأل عن مكانها يعني. قاعد يجر عليك يا استاذ، تتجلي ايه بس؟ انت عندك موعد مهم انت رايح له، انت نسيت ولا ايه يا استاذ؟ عند عيادات الامل. طيب بقى ما دام انت عارف سيبنا نروح بقى يعني. هتعرف توصف لي ولا ما تعرفش؟ انا نفسي اساعدك واوصف لك يا استاذ، بس انت كمان لازم تساعدني وتساعد نفسك، تقول لي جنبي ايه مشهور او جنبي ايه معروف. يا سيد حضرة الفاضل، أنا بسأل. هو أنا لو أعرف هسألك ليه من أساسه يعني، وتضيع لي وقتي بهذا الشكل وتتعبني يعني؟ بص يا استاذ، عيادات الامل هتمشي كده على طول وتسال عم صبحي اللي فتح الصالون اللي جنبي ده. ده قديم في المكان وعارف كل حاجه هنا. اي خدمه يا استاذ. طيب يا عم، متشكرين أفضلك، شاكرين لحضرتك. مساء الفل عليك يا عم صبحي. ما تعرفش أروح منين عيادات الأمل؟ مساء النور عليك يا ابني. عيادات الأمل، عيادات الأمل، عيادات الأمل. شوف يا سيدي، أنت الأول تقعد تشرب معاك كوباية شاي وبعدها هوصف لك على طول. لا معلش والله، مستعجل جدا وما عنديش وقت يعني، وشكرا لذوقك، بس اوصف لي بس والله، الله يبارك لك، عشان أنا مستعجل. أنت بخيل يا راجل ولا إيه؟ اقعد بس اشرب معاك كوباية الشاي وبعدها أنا هوصف لك بنفسي. لا مش هقدر والله يعني، وما ما فيش داعي توصلني بنفسك كمان يعني يا عم الحاج، مش للدرجات دي. انت بس لو وصفت لي هكون انا شاكر ليك وهروح بنفسي. حاضر يا أستاذ. أنا ما اتعرفتش على حضرتك صحيح لحد دلوقتي، ما ينفعش كده. اسم الكريم إيه؟ يا حضرة عم صبحي العزيز الفاضل، انا بس عايز اروح العنوان اللي انا جاي عشانه، فيا ريت حضرتك توصف لي عشان اغور من هنا بقى. الله على أدبك وأخلاقك العالية. هو أنت متجوز يا أستاذ؟ يا دي الليلة اللي مش عايزة تعدي. هو حضرتك ليه بتسأل يعني؟ عندك عروسة يعني هتجوزني؟ يا ريت يا ابني والله كان عندي عروسة، كنت على الأقل جوزتها لابني الواد سعيد. بقى واد يعجبك قوي، راجل بصحيح وأي واحدة تتمناه. ربنا يخليه لك يا عم صبحي، ربنا يخليه لك، بس ابوس ايدك بقى، ممكن توصف لي فين العنوان؟ خليني بقى امشي من هنا بقى، انا ما عنديش وقت خلاص. العنوان صحيح، أنا نسيت معلش يا ابني. عيادات الأمل، عيادات الأمل. طب هو ما قالكش فين بالظبط؟ يا دي اليوم اللي مش عايز يعدي. هو مين اللي ما قاليش اساسا، وما قاليش ايه وفين؟ ولو قال لي والله ما كنتش جيت ولا وقفت عند حضرتك اصلا، ولا سألت حد. طيب يا ابني خلاص، اسأل عم جمال اللي بعدية ده. حاضر يا سيدي حاضر، اما نشوف بقى اخرتها ايه معاكم بقى والله. مساء الفل يا عم جمال. تسمع بس حضرتك لو ينفع يعني تقول لي اروح ازاي عيادات الامل، وما تقوليش قال لك فين ولا قال لي اي حاجه، لانه ما قاليش. الله يبارك لك، ما حدش قال لي حاجه. انا جاي عندك انت عشان انت اللي تنقذني. هو مين ده يا ابني اللي قالك وما قالكش؟ اهدى يا ابني كده وقول لي، انت اتأخرت على ميعادك ليه؟ والله يا عم جمال، انا هنا في المنطقه عندكم بقالي ساعه ومش عارف اعمل ايه بصراحه، ولا عارف اروح فين. طيب يا ابني انا هوصف لك ازاي تروح ميدان الشفا. هتمشي كده على طول، تخش تاني شمال في تالت يمين، وبعد كده هتلاقي ميدان تلف حوالين الميدان 4 مرات، وبعد كده تمشي على طول هتلاقيه في وشك. الله الله الله، وايه الوصفه الغريبه دي يا عمنا؟ وبعدين عيادات الامل اساسا مش عيادات الشفا، انت بتوصف لي الوصفه دي وتقول لي عيادات الشفا كمان؟ لا مؤاخذة يا ابني، عيادات الأمل مش عيادات الشفا. طيب، دي وصفة سهلة خالص يا ابني. بص يا حبيبي، هتمشي كده على طول،
هتلاقي ميدان، هتلفه مرتين بس. بعد كده هتلاقي شارع في وشك، تعد على صوابعك 50 خطوة. اه، واحفر بقى، احفر عند العلامه اكس عشان الاقي الكنز، صح كده بقى ولا ايه؟ انت مجنون يا عم جمال ولا في حاجه في دماغك؟ انت عيان ولا ايه؟ ليه يا ابني بتقول كده بس؟ ده انا كنت هقول لك عد 50 خطوة، وبعد كده هتلاقي محل عم سيد الحلاق، هو ده بقى اللي هيدلك على المكان الصح. يا دي الليله اللي مش هتعدي يعني، بعد خريطه الطريق دي اللي انت قلتها دي كلها واللي انا اصلا نسيتها اساسا، هسأل حد تاني؟ يا دي الليله اللي مش عايزه تعدي. روح بس يا ابني وخلي عندك امل، تلاقي عيادات الامل، وعيش حياتك بالامل. لا انا خلاص يا عم الحاج، خلاص انا فقدت الامل في ان اروح لعيادات الامل، وهقعد بقى عندكم هنا كده واعيش جنبكم هنا واتكاثر واتناسل وابقى واحد من هذه القبيله الغريبه.